ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه كده حلوه كده، الكل بيحبها ولازم الكل يحبها، ما ينفعش حد ما يحبوش اساسا يعني. هنعمل النهارده مع بعض حمام، عايزين نعمله بقى بطريقه سهله وبسيطه للبنات. البنوتات لسه متجوزين جداد مش بيعرفوا يحشوه، للست البيت اللي بتعرف تحشيها نفكرها بيه. عايزين نعمله النهارده مع بعض ونعمله بطريقه سهله وبسيطه وكويسه جدا وتعجبكم ان شاء الله. يلا نشوف معانا المكونات ايه. هنا ده حمام انا جايباه متنضف، غسله كويس جدا، ونعاف ليمون بملح بشويه خل صغننين، غسلاه بدقيق يعني مظبطاه يعني من الاخر، متشفي. معانا هنا رز ده مغسول كويس ومتصفي. عايزه اقول لكم ان لكل حماميه زي ما بيقولوا حفنه رز وشو صغننين قوي كده عليها برضو ضمان يعني. هو الحمام ده صغنن شويه لان تقريبا بلدي يعني تقريبا ان انا اللي جايباه. معانا بصله متقطعه مكعبات صغيره او مفرومه او مبشوره بالمبشره زي ما انت عايزه. ده الكبد والقوانص بتوعهم ما بنرميهمش ولا بنسلقهم وناكلهم، لا احنا بنحشيهم في قلبهم بيدوا طعم حلو. قرن فلفل اخضر، معانا ملح وفلفل اسمر. فلفل اسمر بصراحه هو يعني ايه، انا بحب طعمه هو اللي يكون ظاهر في الحمام. ومعانا بهارات، انا البهارات بتاعتي كانت خلصت، عملت ايه؟ جبت حبهان وكبابة صيني و اسمها ايه يا ربي؟ آه فكروا معايا. المهم وطحنتهم مع بعض في بتاعة التوم، دقيتهم مع بعض كويس وهحطهم برضك عليه. جوزة الطيب افتكرت جوزة الطيب، حطيت جوزة الطيب معاهم. اللي مش عايز يحط جوزة الطيب براحته ما يحطش، بس انا بحب احطها يعني في اللحمه والفراخ والحاجات دي. يلا بينا نشوف بقى هنعمل الحمام بتاعنا ازاي. يلا بينا نشوف. دلوقتي يا حبايبي احنا جبنا حله حطيناها على النار، حطينا فيها شويه زيت وحته سمنه. هننزل بقى فيها ايه؟ بالبصله عشان ندبلها شويه، مش عايزين نصفرها، لا احنا يا دوبك هندبلها شويه. وهننزل معاها بالكبد والقوانص. بالكبد الاول، بالكبد بتاعه الحمام الاول، عشان الكبد بتبقى ناشفه شويه عن القوانص. هننزل بالقوانص، انا اسفه، هننزل بالقوانص الاول عشان القوانص بتبقى ناشفه شويه عن الكبد، تاخد وقت سنه يعني. سهل يعني مش صعب للناس اللي مستصعباه، هو سهل يا جماعه مش صعب ولا حاجه، باذن الله اما تعملوه وتجربوه مره واتنين هتعرفوا تعملوه بعد كده بسهوله. انا مبحبش بس البصله بتاعه الحمام تصفر، انا بحبها تبقى يا دوبك تدبل كده تقلبتين. اهو شايفينه. دلوقتي هننزل بالكبد بقى بعد ما قلبنا القوانص فيه شويه اهو. الكبد ما بتاخدش حاجه، ما بتاخدش حاجه الكبد بتاعه الحمام. الكبده عامه اساسا ما بتاخدش حاجه، سيبها بس لحد ما تمسك نفسها شويه عشان ما تهريش واحنا بنقلبها. عشان ننزل بقى بالبهارات وبالملح وبالفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر ده بيدي ريحه حلوه جدا في الرز بتاع الحمام، في الخلطه بتاع الحمام اللي احنا هنعملها. ننزل بقى بالفلفل في الاخر، محطتوش في الاول علشان ما يتحمرش في قلبها، ما يبقاش زي الفلفل المتحمر كده، لا هو انا عايزه الريحه بتاعته تكون ذكيه لسه ظاهره. هننزل بقى دلوقتي بالملح بتاعها والفلفل الاسود. انا بصراحه بحب ازود الفلفل الاسود شويه في الرز بتاع الحمام، بحس ان هو بيطعمه، والبهارات بتاعتنا دي.
في ناس بتحب تحط بابريكا عادي براحتها خالص، في ناس بتحط نعناع، زي ما انت عايز. تقلبتين اتنين ونحط الرز بقى. بصوا الريحه طلعت عامله ازاي، يا ريتكم شمينا معايا، الريحه جميله جدا. ننزل بقى بالرز. هنقلب الرز شويه كده في السمنه والزيت والحاجات ديت، لونه هيغمق شويه، البهارات اللي احنا حطيناها والحاجات اللي احنا حطيناها. هنقلبه بس ايه يتغلف بس، وبعد كده نحط له ايه نص كوبايه ميه. قلنا ما نقلبش الرز طول ما احنا واقفين، لا نسيبه شويه ونقلبه، نسيبه شويه ونقلبه عشان ياخد اللمعه. بصوا عشان ياخد اللمعه دي كده، مش عارفه واصله لكم ولا ايه، بس هو في لمعه كده يا دوبك، على ما ياخدها نعرف ان هو كده اتغلف بالسمنه والزيت بتوعه، نقوم نحط الميه بتاعته. بصوا دلوقتي انا قلبت شويه في السمنه والزيت لحد ما اتغلف بالسمنه والزيت بتوعه كويس جدا، وخد ريحه البهارات اللي انا حطاها. هحط له بقى شويه ميه، يعني بصوا الميه مش مغلفاها حتى، انا دي كانت كوبايه ميه مش نص كوبايه ميه، لان كل واحد على حسب الكميه اللي هيحطها. نزودها بس سنه صغننه كمان، ونسيب الرز يستوي نص تسويه بس كده، علشان هو بيكمل سوا معانا فين في الحمام، فمش هيستوي قوي، مش عايزينه يستوي قوي زي ما اتفقنا. ماشي، هسيبه بقى يتشرب الميه بتاعته واوريهولكوا ساعه ما نيجي نحشي الحمام. دلوقتي يا حبايبي ده الرز بعد انا ما شلته من على النار، بصوا عامل ازاي، زي المندي كده، شلته من على النار. صحيح انا زودت على الميه شويه ميه كمان للامان، علشان ايه لما تيجوا تعملوا الحاجه تعملوها مظبوطه، ما تبقاش ناقصه منكم، يعني على طريقتي يعني. انا زودت له ايه شويه ميه كمان صغيرين خالص. بصوا بقى هنجيب الحماميه، الحمام بيتحشي بالايد من الاول عشان نبقى ايه متفقين على الموضوع ده. هنجيب شويه بس هنا كده جنبنا هنا كده عشان نحشيه. هنحشي من جوه الاول، عايزه تحشي من بره الاول براحتك، بس انا بحب احشي من جوه الاول كده ايه اهو. بصوا هي الحماميه صغننه بس يعني ايه هتكبر دلوقتي، تبقى دي الدبدوبه ان شاء الله، تبقى بطوطه كده اهو. بقيت الرز يعني التكايه اللي فاضله في الرز هتستوي طبعا لما احنا نيجي نسوي الحمام. نحشي بقى من فوق من هنا من عند الرقبه من هنا، لو دي مفتوحه دخلي من هنا، بس دي مش مفتوحه هنا يعني، بصوا لسه مش مفتوحه اهي. لو دي مفتوحه دخلوا من هنا، لو مش مفتوحه دخلوا من عند الرقبه بس. اهي بنحشيها بطريقه سهله وبسيطه خالص، زي ما تكوني بتحشي البمبار كده. في ناس بتحشي البمبار بالطريقه ديت، لو اني بحشي البمبار بطريقه تانية. وندخل الرز للاخر، مش عايزين نملاها قوي. هقعد شويه نجيب شويه رز هنا جنبنا هنا كده. هنمسح كل ده من على الحمامية دلوقتي، يعني هننضف الحمامية دلوقتي خالص. انا بس بوريكم واحدة علشان ايه تعرفوا هي بتتحشي ازاي. اهو ندخله لجوه كده اهو. في ناس بتحشي الحته اللي عند الزور دي وخلاص، لا بس انا بحب افتحه من جوه، يتحشي من جوه، تبقى الحماميه بنت ناس كده، بنت عز كده، وهي محطوطه على الصينيه على السفره. هو الحمام صغير بس هي الرز اللي بينفخه شويه اهو. حاسبه بس علشان ايه احنا مش عايزينها تطق مننا وهي بتتسلق. يعني بصوا اهي، زقي فيها لجوه كده اهي، بس حاسبي علشان قلنا مش عايزينه يتملي قوي
تهيالي بس كده كفايه كده، عشان انا مش عايزاها ايه تتملي قوي زي ما احنا اتفقنا. هنضف بقى ايدينا، نضف الحماميه بتاعتنا كويس جدا اللي تحت سن اهي خرجت اهي. شايفينها؟ الرز ده بقى كله هيزيد وايه في الميه، وهيعمل حمامية كبيرة بقى. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم، والطريقة بقى سهلة وبسيطة. ننضفها كويس جدا علشان تبقى حاجتنا دايما نظيفة. يعني لما نيجي نعمل اي حاجة من الحاجات ديت ننضفها كويس جدا عشان تبقى حاجتنا دايما ايه نظيفة ومترتبة اهي قدامكم اهي. اما الرز هيستوي هتنفخ كده وهتبقى يعني ايه، هتبقى قد بعضها وحلوة بإذن الله، هتعجبكم ان شاء الله. هخلص بقية الكمية اللي عندي وهوريهولكوا ساعة ما نيجي نسلقها. ودلوقتي بقى يا حبايبي انا معايا حلة على النار عشان نسلق فيها الحمام. فيها ايه بقى؟ فيها طماطم وبصل حبهان، ورق لورا، كبابة صيني، بحب احط برضو فلفل اخضر، بس الفلفل الاخضر اللي عندي حامي فما حطيتوش. هنحط بقى، بصوا هنحط الحمام على ظهره، هنحط الحمام على ظهره علشان ان شاء الله ما يفتحش معانا. اهو الحمام يا جماعة بيتحط على ظهره اهو، على حسب الحلة ما تاخد معاكي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هي يا دوبك اخدت معايا دول. هنسلق الحمام دلوقتي مع بعض، وطبعا ملح ورشة فلفل اسمر ورشة كمون، وبحب برضه ازود لها مرقة دجاج او مرقتين دجاج زي ما انت يعني موجود عندك يعني. اول ما هيغلي غلوة العين عالية، اول ما هيغلي غلوة هنوطي عليها بقى وتستوي براحتها. هي بتقعد على النار من حوالي من نص ساعة 40 دقيقة، يعني ساعة الا ربع على حسب ايه ما انتي حاشياه وعلى حسب ما انتي عاملاه. هوريهولكوا بقى بعد ما ايه، بعد ما يخلص، بعد ما يتسلق ويخلص. ودلوقتي يا حبايبي ده الحمام بتاعنا اهوت وهو بيستوي. شايفين عامل ازاي؟ جميل خالص، والحمد لله يعني مفيش حاجة طقط فيه اهو. شايفينها؟ هو دلوقتي خد بتاع حوالي دلوقتي 40 دقيقة او ازيد شوية يعني. هشيلهم دلوقتي ولما واحمرهم وهوريكم بقى بعد ما يتحمر يبقى شكله عامل ازاي. على فكرة الشوربة بتاعته حلوة جدا، نسيت اقول لكم ان انا حاطة فيها في ايه قرفة خشب مع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. هحمره بقى وهوريه لكم بعد ما يتحمر ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي انا طلعت الحمام من الحله، وحطيت ايه طاسه او صينيه على النار الموجودين عندك فيهم شويه زيت وحته سمنه، حته سمنه عشان بتدي ريحه حلوه يعني. وهننزل بالحمام بقى عشان نحمره. بسم الله. اهوت يا حبايبي طريقته سهله وجميله وبسيطه وهتعجبكم جدا وهتبقى كويس، بس حاسبي علشان هو ممكن يطرقع، ممكن يطرقع معاكي. بحط انا بقى ايه كام فص حبهان كده في التحمير، بيدي ريحه حلوه، بيدي ريحه حلوه للحاجه اللي بتتحمر اهو. هنحمره وهقدمه لكم بقى. اما يتحمر هيتقلب، وبعد كده ايه هقدمه لكم. ماشي. وده يا حبايبي الحمام بعد ما خلص، بعد ما حمرته كله وظبطته وقلت اقدمه لكم بشكل حلو كده يعني. يا رب يعجبكم ويا رب الطريقه تكون بسيطه، ما فيش ولا واحده فكت، لان احنا حطيناه ادينا له يا دوبك على نار عاليه اخد غلوه واحده بس في الاول، بعد كده وطينا عليه ما سيبناهوش كتير لحد ما فرقع. اتحمر تحمير كويس على نار مش هاديه ومش عاليه قوي برضه عشان ما يتحرقش مننا. حطينا له فصين حبهان بيدي ريحه حلوه في قلب التحمير. في ناس ممكن تحط فصين توم برضو في زيت التحمير او حاجه. حطينا معلقه سمنه مع زيت بتدي برضو طعم حلو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. على فكره ده غدا اول يوم العيد عندنا بتاعي، عشان انا مش بعمل لحمه مش بعمل لحمه انا في العيد الكبير اول يوم، ولا بعمل اساسا يعني اكلات لحمه كتير يعني، عشان نبقى ايه من الاول كده. بس هعمل لكم برضو حاجات كتير للحوم يعني.
يا رب الفيديو يكون النهارده عجبكم، وتكون الطريقه وصلت لكم بطريقه سهله. كل سنه وانتم طيبين. واللي يعجبه الفيديو يا ريت اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو، ويعمل اشتراك للقناه. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.